لو عندك مشكلة مع زفارة الفراخ خصوصا الأجنحة أو البط أو الفراخ البيضة أي طيور بتعمليها. تعالي النهاردة هقولك على محلول سحري هيساعدك إنك تشيلي أي ريحة مش حلوة في التتبيلة. طيب تعالوا نشوف. بصوا طبعا معايا هنا ديت بعد ما تبلت الفراخ لمدة نص ساعة ما شاء الله. بصوا منظر المية محمرة شوية لأن طلعت الدم اللي فيها وشالت كل الزفارة. اول حاجه معايا قشر برتقانه. طبعا احنا دلوقتي في الشتاء ومتوفر قشر البرتقان. متاح معايا ملح وكمان معلقه نشا او معلقه دقيق حسب المتوفر عندك، وليمون وخل طبعا. طيب تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هنحط الحاجات دي كلها. طبعا معايا يبقى كميه ميه، اهم حاجه الميه تبقى مغطيه الحاجه اللي انا حطاها فيها الفراخ او اي حاجه حطاها. وهنزل بالحاجات دي كلها في الميه وهبدأ أقلبها كويس جدا. طبعا لو وصلتوا معايا لهنا ما تنسونيش في اللايك، ولو بتشوفوني لأول مرة ما تنسونيش تدوسوا على كلمة سبسكرايب اللي تحت الفيديو. طيب هنا هحط كل حاجة على بعض. وعلى فكرة المحلول دوت حقيقي بيساعد جدا في تنظيف الفراخ أو الطيور المحطوطة فيه. وبيشيل أي زفارة وبيخلي التتبيلة تمسك في الفراخ بشكل أفضل وبتخليها جميلة جدا. طبعا محلول النقع دوت بنحط فيه الفراخ من ربع ساعة لنص ساعة حسب ما انتي محتاجة يعني. بصوا هنا طبعا شكل الفراخ كان محمر شوية كده ومش أبيض قوي، بس بعد ما بحطه لمدة نص ساعة الفراخ بيطلع لونها أبيض وجميلة جدا، طبعا زي ما شفتوا في أول الفيديو. ما تنسوليش في اللايك طبعا. ما شاء الله دي بعد ما نقعتها نص ساعة في المية. طبعا لون المية اختلف تماما عن الأول، لأن هي شالت كل الدم أو الريحة اللي مش كويسة والزفارة اللي كانت موجودة في الحاجة. طبعا ما تنسونيش في لايك لو الفيديو عجبكم.